شو أهم شيء في الزواج؟ trust. مم. أكيد. الثقة والاحترام والحب. وشو أصعب شيء؟ منه هين أبداً أصلاً يعني. marriage in general it's not easy. بدك تضلك عم تشتغل على الموضوع، على العلاقة، تتفهموا بعض، تاخذوا وتعطوا. أوقات أنا بفوت مزاجي منه منيح، أوقات هو بفوت مزاجه مش منيح. تتفهموا وتتفق على الأمور، لأنه بطلتوا شخصين، خاصة بس كنتوا تعملوا عائلة، بدكم تكونوا متفقين إنه نحن بأي مشوار ماشيين، كيف بدنا نربي أولادنا، كيف بدنا نعيش. أنكم تتفقوا من دون ما يكون في اختلاف أو مشاكل. أشوف الزواج مشروع بروجكت. لو أنا قلت لك اليوم سوي يوغرت براند، اوكي بتروحين بتقولي أنس والله حصلت المزرعة في استراليا وشي والبراندنج كذا، وجبت واحدة حق التسويق وجبت واحدة شي، وأنا روحي درست وأنا سويت الفيزابيليتي ستادي ودرستي واشتغلت كل يوم ارفع واسوي عشان البزنس يمشي. ما في اي حد عنده مشكله يوم يفكر في بزنس ولا مشروع انه لازم يشتغل، بس في الزواج ما حد يبغى يشتغل، مش ما حد، بس نسبه كبيره يفكرون ان الحب كفايه، ما يشوفونه كمشروع بين اثنين. أنا قبل ما أتجوز كنت أسأل أختي دايماً إلا you have the perfect marriage، إنه your marriage is perfect, you guys get along وبتتفقوا وحياتكم حلوة واسم الله 5 أولاد وبتروحوا وبتجوا وبتسافروا. قلت لها شو السر؟ طلعت فيه قالت لي شو قلتي؟ قلت لها you have the perfect marriage. قالت لي ما في شيء اسمه perfect بالحياة، واوعى تفكري إذا أنت جوزتي ما حتكون بدك كل يوم تكوني عم تشتغلي على علاقتك. كل يوم دانييلا you have to work on it every day. بلشي أنت من هل أنت بتحبي هذا الشخص أو لا، هل أنت مستعدة تكملي حياتك مع هذا الشخص، هل هو هذا الشخص اللي بدك تكملي حياتك معه. إذا إيه go ahead. بس اوعى تفكري بس لأنكم بتحبوا بعض أنه ما بدكم تشتغلوا على علاقة سوا 100%. فإيه